بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. جاني بقى شوية غلة هدية من عند جيراننا. بصوا بقى، بس هم كانوا ايه متوسخين شوية، قلت انضفهم كده هدي بوس. وهنعمل بيهم. مش وقت حطوا لايك. الحك. مالك بيقول لكم حطوا لايك اهو. سيبني اكمل كلامي في اي حاجة خالص. هنعمل بيهم بقى ايه شوية حلوى كده بقى ايه. دي بقى كانت الحاجة الحلوة بتاعت الناس الغلابة زمان يا جماعة. عارفين الناس الغلابة، الناس الطيبين. دي كانت الحاجة الحلوة بتاعتهم من الغلة دي، كانوا بيعملوها كده. بالذات في الشتاء كمان علشان يتدفوا بيها ويغلوا لبن كده، كانوا بيسووها بعد كده يغلوا لبن ويحطوا عليها. واللي عنده بقى مكسرات، عنده بشر، عنده زبيب، يحط على حسب اللي عنده. في ناس ما بتحطش عليها حاجة خالص، بتحط عليها لبن بس كده وتاكل منها. انا هنا نقيتها تنقية كده كويسة وظبطتها ونضفتها واغسلها غسلة حلوة. في ناس بتنقعها في مية وبعد كده بتغليها على النار، لا انا بحطها على النار على طول، واول ما تغلي بوطي عليها النار واسيبها لغاية ما تستوي سوا كويس خالص. لغاية الغلاية الغلاية وحدة الغلة كده ما تبقى مفتوحة، بتبقى مفتحة كده وجميلة بقى وطرية. وبيبقى طعمها على فكرة تحفة ومغذية جدا. وبتدي طاقة حرارية كمان طبعا، وبتدي طاقة حرارية وتحسسك كده بالدفى بالذات في الشتاء. وفي السقعة. اللي بيعملوا طبق بقى بالليل كده هوت كده، طبق اللي هما بيسموها بليلة باللبن. كان زمان عندنا كده. الناس اللي من مصر أكيد هتعرف الكلام ده. عربية كده بتعدي في الشارع، عليها القدرة بتاعة الفول والقدرة بتاعة البليلة. الناس كانت تشتري مثلا الفول. كان أيامها بقى كنا بنشتري بجنيه الفول ده كان ما شاء الله. دلوقتي ب5 جنيه معلقة واحدة. ربنا يعين الناس كلها يا رب عليها فيه. كانت بقى بتبقى قدرة الفول وقدرة الغلة دي اللي هما بيسموها البليلة. كانت الناس بقى بتطلع تشتري من ده ومن ده، تشتري الفول للفطار وتشتري الغلة اللي هي البليلة دي للعشاء. يغلوا لبن ويحطوا عليها ويحطوا شوية سكر وشوية بشر وزبيب، وده يبقى العشاء بتاعهم ويبقى كله فوايد ويحسسك كده بالدفى. الكلام ده في الشتاء. في الصيف بقى الناس بتعملها ايه، بتعملها عاشورة وبتحطها طبعا في التلاجة عشان ياكلوا منها وهي باردة. يعني بيستخدموها في الحالتين، في الشتاء وفي الصيف. وهنا قلت ايه، كان في ايدي طبقين كده قلت اغسلهم، لان طبعا لازم انضف المطبخ بتاعي اول باول زي ما انتوا عارفين، لاني بصحى من النوم الصبح على الشغل على طول. ببقى سايبة مطبخي نضيف، ارجع عايزة اعمل اكل ما يبقاش ورايا مواعين ولا ورايا اي حاجة. وهنا كان عندي شوية عيش طويل باقي. طبعا انتوا عارفين اليومين دولت يومين مدارس. فطبعا كله بيودي ولاده المدارس وبيجيبوا العيش اللي هو الفينو. فبواقي العيش بقى بنشفها كده زي ما انتوا شايفين وبركنها على جنب وبعملها فيجيتار في البيت. على اساس انتوا عارفين الغلا والكيس دلوقتي بتاع الفيجيتار بقى بيعدي 50 جنيه، اللي هو بتاع ماي واي ده ب50 و60 جنيه. فبعمله بصراحة وبيطلع تحفة. اللي عايز الطريقة طبعا أنا عاملاه في فيديو قبل كده هنا على الفيسبوك، وعاملاه في فيديو برضو على قناة اليوتيوب. والناس اللي جربته بصراحة شكروا لي فيه جدا. بصوا شوية بواقي عيش عملوا معايا كمية قد ايه. ما شاء الله ما شاء الله، كمية كبيرة وجميلة بتقعد معايا فترة. الكمية دي تعمل معايا كيلو بانيه، كيلو ونص، على حسب بقى، بانيه لحمة، بانيه فراخ، بانيه كفتة، زي ما انت عايزة. بتبقى تحفة، بيبقى تحفة، وبيبقى على فكرة طعمه أحلى من بتاع بره مليون مرة. جربوه هيعجبكم جدا جدا جدا. بص عمل معايا كمية قد ايه، وبحطه في التلاجة عندي. تبله تتبيلة ايه لجميع الأغراض، لفراخ لكفتة لحمة. بيبقى جميل خالص. اعملوه جربوه مش هتندموا. ارجعوا للفيديو بتاعه القديم وهاتوا الطريقة. هنا الغلة بتاعتي بدأت تدخل في السوا اهي، شايفين فتحت ازاي وبقت عاملة ازاي. هولع بقى على اللبن. اللي عايز يعمل الأكلة دي يعملها بقى في الشتاء. هتدي طاقة حرارية كده وتدفيكي وتخليكي ايه. وهنا حطيت في الأطباق اهو معلقة سكر. وانا ما لقيتش بصراحة عندي بشر، ما لقيتش عندي الا زبيب. ما لقيتش عندي البشر ده يا جماعة اللي هو جوز الهند. انا ما لقيتش عندي الا زبيب. حطيت شوية كده. كانت مرات اخويا قاعدة معايا سهرانة معايا وقعدنا كلنا بالليل بقى كده واتدفينا. الجو شتا عندنا بقى وسقع بالليل. وانا بحب اكلها سادة معلهاش اي حاجة. واللي وصل معايا هنا الفيديو بقى ما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني منين، وتحطوا لي كده كومنت حلو. تدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم لعل الله يستجيب لكم. وما تنسوش تجربوا الوصفة دي تعجبكم جدا وبتدفي وجميلة خالص. اعملوها لأولادكم، لو عايزين تعملوها لهم برضو في الفطار اعملوها جميلة خالص. وكده بيكون خلص الفيديو بتاعنا. بصوا بقى اللبن بتاعي فار على البوتاجاز، ودي المعاناة اللي انا بعانيها كل مرة. هروح امسحه. ومع الف سلامة.